اسمعوا النبهان نزل عمل جديد، وأنا صراحة أول ما سمعت هذا العمل حبيت أوجه له هذه الرسالة، وأقول له فيها: عيب عليك يا أبو محمد، بكل صراحة عيب عليك، والله ما يصير هذا الكلام. يعني أن تملك هذا الإبداع وهذا التفوق وهذا الحاجة الفخمة ومغيب علينا ما يصبر. احنا غزارة التلوث السمعي من فترة صراحة، وأنا ما أسمع حاجة تريح البال، ما أسمع حاجة أقدر أسمعها مرتين بكل صراحة. مع تحياتي لكل المبدعين وكل الراقين والفنانين والمنشدين جميعا، ولكن التقليد أصبح بشكل كبير، والحاجات اللي بدون إحساس والحاجات اللي بدون معنى أصبحت بشكل كبير. وأنا من فترة كبيرة ما سمعت عمل يدخل قلبي وأسمعه أكثر من 100 مرة، يعني أكثر عمل كنت أسمعه مرتين 3. أما هذا لي 3 أيام مشغلنه 24 ساعة. والله لك كل الود والشكر والاحترام أستاذنا العزيز أبو محمد عبد الخالق النبهان على هذا الإبداع وعلى هذا التفوق. هذا حاجة والله يعني مثل ما تقول تنظف السمع وتريحه وتريح البال وتطرب الخفوق. استمتعوا واسمعوا العمل جميعا وكيفوا، والله عمل يرد الروح، يعني بمعنى الكلمة عمل مملي بالإحساس والوطنية والفخامة. يعني تحياتي لأبو محمد.